السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عمرك سألت نفسك ايه الفرق بين الانفلونزا والبرد؟ في الفيديو ده هنعرف الفرق بين الانفلونزا والبرد من حيث السبب وبتيجي ازاي والحرارة وتأثيرها على الجسم والأنف والرشح والكحة والمدة والعلاج. في الشتاء كلنا بنمرض، بس السؤال المهم ازاي نفرق بين البرد وبين الانفلونزا؟ الاتنين شبه بعض، بس في علامات واضحة لو عرفتها هتعرف حالتك ايه بالظبط. يلا بينا نوضحها ببساطة. اولا السبب، الاتنين فيروسات لكن مش نفس النوع. البرد بيجي من فيروسات كتيرة مختلفة، الانفلونزا بتيجي من فيروس واحد معروف اسمه انفلونزا فيروس. ثانيا بتيجي ازاي؟ البرد بيدخل ببطء، تلاقي نفسك بتبدأ تعطس ومناخيرك بتتسد وصوتك بيتغير. انما الانفلونزا بتيجي مرة واحدة، فجأة كده بتحس ان جسمك كله بيتكسر وهمدان. ثالثا الحرارة، ده اهم فرق. في حالة البرد غالبا حرارة بسيطة او مفيش. في حالة الانفلونزا الحرارة بتبقى عالية، قد تصل الى 40 درجة سليزيوس، مع رشفة في الجسم واحساس بان جسمك مكسر. رابعا التأثير على الجسم، في حالة البرد بيبقى تعب خفيف، في حالة الانفلونزا بيبقى صداع وتعب بيخليك مش قادر تقوم من السرير. خامسا الأنف والرشح، البرد مشهور بالرشح والعطس وانسداد الأنف. الانفلونزا ممكن يحصل رشح لكن مش دايم. التركيز الأكبر لازم يكون على الجسم مش على الأنف. سادسا الكحة، في حالة البرد بتبقى كحة خفيفة خصوصا آخر المرض، في حالة الانفلونزا كحة ناشفة من أول يوم. سابعا المدة، البرد بيقعد من 3 إلى 7 أيام، الإنفلونزا ممكن تقعد من 7 إلى 14 يوم، والكحة ممكن تزيد شوية كمان. ندخل بقى على مرحلة العلاج. البرد بيبقى محتاج راحة وسوائل وفيتامين سي وشوية مسكنات بسيطة، والإنفلونزا بتبقى نفس الكلام، لكن في بعض الحالات محتاج مضاد فيروسي لو الحالة جديدة، وده طبعا تحت إشراف طبي.